السلام عليكم اخواتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاعنا اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم تحليه اقتصاديه سهله بارده بزاف بنينه، ما فيها لا حليب لا فلون لا بيض لا شونتي لا حتى حاجه. هذه التحليه كي درتها لضيافي عجبتهم بالبزاف وقلت ماذا بيا نشاركها مع خواتاتي هكا باه تستفادوا نتوما تاني. اول حاجه هنايا عندي علبه تاع اناناس معلب، انا استعملت هذه بيلا ماريا، الكاليتي تاعها بزاف شابه، ننصحكم بها، جايه طريه. الا درتي بها طاجين حلو ديري بها هذيك الكيكه المقلوبه بالاناناس، التحليات جايه تذوب في الفم وماهيش حلوه بزاف، ماهمش مسكرينها بزاف. عندي 3 مغارف كبار تاع المايزينا ولا نشاء الذره، عندي 3 مغارف كبار تاع سكر، وعندنا لافاني. في كسرونه ولا في طاجين يكون شويه ثقيل ندي هذيك العلبه تاع الاناناس. هنا غادي نحتاج هذاك الماء ولا الشراب تاع الاناناس اللي يرقدوا فيه الاناناس. هنا غادي ندي هذاك الجو تاع الاناناس، جاتني في هذه العلبه ربع لتر. دوك نفهمكم بالتقريب، يعني بالضبط، سمحوا لي، بالضبط ربع لتر تاع هذاك الشراب تاع الاناناس اللي نلقاوه في العلبه. انا شا غادي ندير؟ غادي نكمله ما حتى نصف لتر. صافي عندي 250 مليلتر شراب الاناناس و250 مليلتر ماء عادي. طيقوا تعوضوه بعصير اللي نشروه من برا. انا ما بغيتش ندير العصير، خليتها هكا اقتصاديه لخاطرني مجربتها من قبل بعصير الليمون وجاتني شابه. زدت هنايا لافاني، ونحط هنايا السكر، ونحط المايزينا. نحرك هاد المكونات بارد في بارد باه ندوب هذاك السكر وندوب المايزينا مليح، باه من بعد ما ديرليش الكويرات كي طيب وما تنحرقليش. وهنايا دروك لو كان نديرو هكا التحليه تاعنا تجينا لا كولور تاعها بيضاء. انا هنايا كيما درت العصير صافي شا درت شويه باتاون تاع اناناس باه تعطيني لا كولور هذيك الصفرة الشابه. نحركهم ونحطهم على النار مع التحريك المستمر تتعقد لي الكريمه تاعي. بصح انا هذه المرحله ما غاديش نديرها دروك، لو كان ديروها دروك الكريمه تاعكم تبرد وتغبنكم ما تتفرغ لكمش لي فيغين، يعني تجمد. نجيب الكيسان اللي غادي نحط فيهم التحليه تاعي، ونجيب هذيك الاناناس ونقطعها قطع صغيره. هاد الاناناس تبغوا ديروها في الكريمه اللي ياكل، كي تتقل لكم الكريمه ديروا الاناناس، واللي ياكل يلقى القطع تاع الاناناس في الكريمه، ولا ديروا الطريقه اللي درتها انا. الاناناس شوفوا راني نقطع فيها مكعبات صغيره ونحطها في الكيسان ولا في يعني الحاجه اللي بغيتي فيها، في مول كبير ولا كيسان صغار ولا كيما تبغي. نقطعهم هكا قطع صغار كيما رانا نشوفوا، نقطعوا واحد الربع قطعه ولا 5 قطع على حسب الكونتيتي اللي كبغيتي ديريها. المهم الكميه اللي عطيتها لكم ادي لكم 5 تاع الكؤوس تاع التحليه، كؤوس متوسطين، يعني هذه غير تحليه حاجه برك باه تبردي بها كيما قالك خاطرك. مع الاناناس تقدروا ديروا كيوي، تقدروا ديروا شويه تاع بانان، تقدروا ديروا شويه تاع تفاح، اذا بغيتوا. ما بغيتوش خلوا غير الاناناس، كل وحده دير الشيء اللي عندها. انا هنا خليتها غير اناناس، قلت لكم ضيافي عجبتهم بالبزاف، حسبوها كاع تحليه اش راني دايره فيها، ما صدقوش كي قلت لهم بلي فيها غير الماء والسكر والمايزينا. من بعد شندير؟ نجيب هذاك الكاس اللي غادي نحط فيه التحليه تاعي، ونحط طبقه تاع اناناس اللي قطعتها مكعبات، حتى كي نعمر الكيسان تاعي بالاناناس نروح نشعل النار على الكريمه تاعي هكا باه نجي انا وياها يعني في الوقت، ما تجمدليش الكريمه تاعي ومن بعد كي تجي تفرغيها ما تتفرغش معاك خاطر راهي جمدت. شوفوا هنايا خليت الكريمه تاعي على النار حتى ولات بهذا القوام. هنايا المقطع تاع اللي زدت فيها مغرف صغيره تاع المارغرين نحذف لي، المهم كي تتقل زيدوا عليها مغرف صغيره تاع المارغرين. شوفوا هنايا حطينا كميه تاع اناناس مليحه، نجيب هنا هذيك الكريمه ونفرخها فوق الاناناس بهذه الطريقه. راكم تشوفوا في القوام تاعها كيفاش راه، ما تخلوهاش تغلي وتعاود فوق النار، خاطر المايزينا كي تغلي وتعاود فوق النار وتدخليها الفريجيدير تبرد تولي لك يابسه، الكريمه تاعك ما تجيكش كريميه. هذا خطا يطيحوا فيه بزاف الاخوات. لازم الكريمه غير الغاليه الاولى طفي عليها، هذه مايزينا كي تبرد غادي تجمد وتشد روحها وتجيك خفيفه عاد خير وخير. بصح لو كان تغلي وتعاود انت تبالك راهي ليكيد، بصح كي تبرد
تولي لك يعني يابسه تاع بصح وما تما ما عندكش كي ديري لها. كاع تكون تبغي تزيدي لها نقولوا حنا ترقيها، تزيدي لها الشونتيي ولا تزيدي لها وما تجيكش شابه. والاخوات اللي ما عندهمش المايزينا طيقوا تعوضوها بالفارينه، ديروا 3 مغارف كبار تاع فارينه يكونوا معمرين. بصح في هذه التحليه كي ديروها بالمايزينا تجيكم المذاق تاعها خير وخير. دروك شندير التحليه تاعي هنايا غطيتها بالبلاستيك الغذائي باه ما ديرليش هذيك القشره، ودخلتها للفريجيدير وخليتها بردت شدت روحها، يعني واحد نص ساعه ولا ساعه على حسب الجو. نخليها تشد روحها كما راكم تشوفوا. التزيين هنا التزيين تبغوا ديروا نص قطعه تاع اناناس من الفوق وديروا حبه تاع سوريز، تبغوا ديروا دي غوزاس تاع شونتيي، تبغوا ديروا سوبر كريم ولا دي كوجيل ولا كيما تبغوا. انا هنا درت هذا التزيين بسيط وسهل وكاع طيقوا عليه. هذيك الاناناس جيت حبه قطعتها شغل مثلثات كيما راكم تشوفوا موضح في الفيديو. وهنا ديت الفو بيستاش ولا بديل الفستق درته في الوسط بهذه الطريقه، ونحط هذيك القطعه تاع الاناناس بالطرف. شوفوا هنايا. ولا طيقي ديري تاني ورقه تاع نعناع وشويه تاع اناناس. عطيتكم تزيينات يعني اللي طيقوا عليهم ساهلين واقتصاديين. نجيب هنايا ديت شوش الورد، ديت الحجم الكبير باه يجيني الشكل تاعه شباب، وانتوما ديروا على حسب اللي يكون عندكم. انا عطيتكم الافكار برك وانتوما كل وحده دير الفكره تاعها، دير اللمسه تاعها. شوفوا هنايا حطيت هذاك شوش الورد فوق هذاك الفو بيستاش اللي درناه. وهذا التحليه شوفوا صدقوني قد ما تبرد قد ما تجيكم شابه، خلوها تبرد مليح واستمتعوا لي بالذوق. شوفوا هنايا نحط هذيك الاناناس هكا ونعاود نرجعها للفريجيدير باه تزيد تبرد. انا خليتها قد ما شدت روحها يعني ماهيش بارده 100%. شوفوا هنايا. والتحليه هذه تقدروا ديروها مع جميع انواع الفاكهه. هنايا التحليه تاعي راهي واجده بعد اللي بردت. شوفوا الشكل تاعها كيفاش جات بزاف شابه، يعني هي بسيطه واقتصاديه بصح راقيه تحمر الوجه. شوفوا القوام تاع الكريمه، واللي ياكل يرفد الكريمه مع هذوك القطع تاع الاناناس. هنايا هذا هو السر باه الكريمه تاعكم ما تجيكمش يعني ما تخلوهاش تغلي وتعاود باه ما تجيكمش يابسه. اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم نقول لكم فضلا وليس امرا خلونا جيم، خلونا كومونتير شباب باه تشجعونا ونزيدو نقدم لكم المزيد. واذا كنتي اول مره تشوفي القناه نقول لك فضلا وليس امرا منك اشتركي وفعلي الجرس هكا باه تحصلي بكل ما هو جديد. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم.